السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض الايس كريم، طريقة سهلة بسيطة هتعجبكم ان شاء الله. معانا هنا لتر من اللبن وثلاث معالق كبار من النشا دوبتهم في كام معلقة كده من اللبن. عايزة تحطيه على اللبن كده على طول وتقلبي ماشي. يبقى 3 معالق كبار نشا، وكوباية من السكر، كوباية كبيرة مليانة كده. وبعد كده فضلت اقلب فيهم مع بعض وفتحت عليهم النار، مش طلعت ايدي منهم خالص عشان مش يكلك، يعني انا بعمل مهلبية. تمام. وبعد 10 دقايق كده لما طعم النشا راح قفلت عليهم النار وسيبتها تبرد تماما. هي كده بعد ما كانت بردت خالص. ماشي. شوفوا تجلت ازاي. وبعد كده حطيت عليها كوباية كبيرة من الكريمة الشانتيه اهو، وكيسين من الفانيليا، وكوباية لبن كنت حطاها في الفريزر. واني ما بدأت اشتغل يعني فيه وكده كنت حطاها في الفريزر، فكانت باردة معايا اهو. هحطها وبعد كده افضل اضرب 10 دقايق. ماشي. يبقى بعد ما المهلبية بردت معايا انا حطيت عليها كوباية كبيرة من الكريمة الشانتيه، كيسين فانيليا، كوباية لبن باردة، وفضلت اضرب فيهم 10 دقايق. شايفين هو ما شاء الله بيتكلم عن نفسه اهو. تمام. بعد كده قسمت الخليط، عملت علبة بالفانيليا. ماشي، عشان بحب الفانيليا. وسبت شوية علشان اعملهم بالشوكولاتة. حطيت عليهم معلقتين من الشوكولاتة الخام. ماشي. عايزة تقلبيهم بالمعلقة ماشي، عايزة تضربيهم بالمضرب ماشي. يعني صراحة بعد ما قلبتهم بالمعلقة حسيت فيهم زي خرز بسيط كده لسه، يعني ايه، عايزة تنضرب بالمضرب، فضربتها شوية بالمضرب فبقى شكلها كده. تمام. بعد كده حطيتهم في العلبة، وحطيت عليهم شوية شوكولاتة شيبس زي ما انتوا شايفين كده. ماشي. وصراحة دي يعني اكتر حاجة حبوها ولادي اللي بالشوكولاتة. تمام. وبعد كده خدت شوية من اللي هما بالفانيليا، حطيت عليهم، طلعت كيس مانجا قطعت منه شوية كده. ماشي. وبعد كده ضربتهم بالمضرب، وكان دي شكل اللي بالمانجا، بس هي علبة صغنونة يعني عن بالشوكولاتة وعن الفانيليا اهو زي ما انتوا شايفين. ماشي. وبعد كده قلت اعمل صوص شوكولاتة زي اللي بيحطوه على البسكوت او على او على الكوبايات. بعد ما بحطوا الايس كريم بحطوا كده صوص شوكولاتة. ماشي. دي معلقة من الكاكاو ومعلقة من السكر و3 معالق من اللبن، وطيت عليهم النار وفضلت اقلب فيهم لحد ما تيجي معايا. وبقى خلاص الشوكولاتة حلو هيعجبكم ان شاء الله. وبس كده يا حبايبي، وحطيتهم في الفريزر. غطيت عليهم طبعا عشان مش ياخدوا اي طعم من الفريزر، وحطيتهم لتاني يوم. واشتريت طبعا البسكوت احنا مش عاملاه ولا حاجة، يعني مش هكذب عليكم، شارياه من بره. تمام. وبس كده يا حبايبي، شوفوا ما شاء الله الكمية كبيرة اهو. بس اكتر حاجة حبوها ولادي اللي بالشوكولاتة، عشان هما بيحبوا اي حاجة بالشوكولاتة. تمام. وبعد كده يا حبايبي بقيت احط لهم بقى في بسكوت زي ما انتوا شايفين كده، احط عليه صوص الشوكولاتة، احط في طبق اللي انتوا عايزينه. وبس كده يا حبايبي، والسلام عليكم ورحمة الله.